السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. هذا النهار غادي نشارك معكم روتيني اليومي ان شاء الله يا ربي. هذا الصباح غادي ندير فيه الغداء للوليدات ان شاء الله يا ربي. غادي ندير البطاطا، غادي نسلق لهم البطاطا، نقيتها وعدلتها، غادي نسلقها غير واحد الغليه ونديرها تحمر في الفران. وعندي لهيها لي بات غادي نسلقهم، كيبغيوها لي غير هكاك السلطه مع مع الثوم والذره. المهم داكشي اللي عندي في الدار. هاد النهار الجمعه ما درتش الطعام، الوليدات ما كيبغيوش ياكلوا لي بزاف، واصلا انا صبحت الخضره ما عنديش باش عاد نمشي نجيب الخضره وندير الطعام. ما قديتش، قلت اللهم نقضي لهم بداكشي اللي عندي في الدار. هنا راني درت الماء يغلى باش نرمي مقارونه ديالي الطيب. هنا راني قلبت، لقيت عندي غير شويه من الحاجه خلطتهم، درت شويه ديك الرقيقه وشويه ديك الغليظه، درتهم يطيبوا. والبطاطا حتى هي راني نقيتها وقطعتها ودرت فيها قطرات ديال الخل، حتى هي غادي نديرها تغلى ان شاء الله. بهذه الطريقه كتجي زوينه، راكو عارفينها، كلشي كيعرف هذه الطريقه احسن من ديك الفريت. الواحد مره يبدل شويه. ايوا راكو عارفين روتين اليومي، هز منا وحط منا، مسح هادي وعاود لهادي، ونتمنى ربي يعاون الجميع والله يوفق الجميع يا رب العالمين. هادشي اللي نقوله. وهنا راني غير كنوري لكم فين نقيت البطاطا، وعاد مازال غادي نغسل المواعن. واخا تغسلي كلشي مع الليل وتمسحيه وتخلي كلشي يشعل، سبحان الله. غير داك الفطور ديال الصباح وداك الشيء ديال باش غادي تنوضي تردي الغداء، ما عرفتش تقولي منين تجمعوا دوك الحوايج. نتمنى التوفيق الله يعاوننا. هادشي اللي كاين. هنا راه البطاطا سلقتها وصفيتها، سلقتها غير واحد الغليه هكا، 2 غليات صافي وقلعتها. انا كنت بعدا درت الملحه في الماء، ما بغيتش نكتر الملحه، درت شويه الزيت وشويه زيت الزيتون او صافي. وغندير شويه ديال الزعتر، غير حاجه قليله. ما غاديش نكتر لحقاش الوليدات ما يبغيوليش الزعتر بزاف في البطاطا. انا كيعجبني بصح كاين اللي ياكل واحد، وراكو عارفين هو الزعتر كيجي بهذه الطريقه في البطاطا كيجي زوين ما شاء الله. وصافي غنديرها تشوى شويه في الفران، تجي زوينه. ايوا نتمنى الاخوات الا وصلتوا حتى لهنا ديروا لي لايك وكومونتير زوين، واللي ما دارت ليش اشتراك دير اشتراك باش يوصلها كل جديد ان شاء الله يا ربي. والله يوفق الجميع يا رب العالمين. انا غادي نزيد الذره ديالي على المعقرون. هنا راني نشوي غير شويه ديال الدجاج فوق، درتو غير في البانيني هكا. والبطاطا مازال راها عاد في الفران. وهنا راني كنخلط هاد السلطه ديالي سهله، ديروا فيها اللي كيعجبكم، البيض ولا تزيدوا معاها الخيار ومطيشه والسلطه الاخرى. المهم تزيدوا معاها اي حاجه بغيتوها، حتى الدجاج مقلي. انا درت فيها شويه زيت الزيتون والخل صافي، والطون وداك المايز صافي، ونخلطها غير هكا. اللي كيبغيوها الوليدات الدراري الصغار كيبغيوها بحال هكا. ايوا صافي. والغدا تبارك الله صيفي خفيف كيجي زوين.
في الحقيقه انا كيعجبوني هاد الاكلات الخفاف، ما كتعجبنيش ديك المرقه دائما. كاين اللي كيعجبو المرقه، الا ما كلاش المرقه راه ما كاين والو. بصح في هاد الصيف وهاد الصهد راه مزيان الحاجه خفيفه هكا. هنا راني قلعت البطاطا بالفران، جات زوينه ما شاء الله. وعدلت السلطه ديالي والدجاج راه طايب، والغدا ديالي راه واجد تبارك الله. كما قلت لكم غدا خفيف وزوين. وهنا البنات راني كنطيب السفنج. ما شاركتش معكم افاش عجنتو، كانوا جاو عندي الضياف في العشيه. ايوا ودرت السفنج. راه كلشي كيعرف السفنج، انا السفنج ساهل يعني باش كتعجنيه. وراني كنطيبو. درت واحد المقيله صغيره، درت فيها غير واحد 3 ديال المعالق ديال الزيت، والاخرى هذه راه عما درت فيها الزيت. راكم تشوفوا الزيت درت شويه بزاف زايد. وراني كنطيب. والعجينه ديالو راها سهله، ما كتشدش الوقت بزاف، وسهل. هو في الساعه كيوجد. بالخصوص بحال دابا راه سخن الحال، في الساعه كيخمر، في الساعه كيوجد، في الساعه طيبه. ايوا هذا ما كان البنات. نتمنى يعجبكم الفيديو، وتعاونوني بالبارطاج واللايكات، والله يوفقكم. والسلام عليكم. فيديو الجاي ان شاء الله يا ربي.